قلت اروح افتح حساب في البنك احط فيه $500 اللي حيلتي الباقيين عشان ما يتسرقوش دول كمان، واقعد بقى ايه كده ايه على الحميد المجيد. يوميها الدنيا شتيت عليا شتويه، يعني قعدت تقريبا حوالي 3 ساعات بتشتي شتاء بترخ، شاورز نون ستوب، ما وقفتش دقيقه، ما وقفتش دقيقه. وللاسف الحته اللي انا عطلت فيها، طبعا ماشيه على رجلي، المهم ان هي حته ما فيهاش تند، ما فيهاش اي حاجه الواحد يستغطى فيها نهائي. وكان في حته يعني بتحاول تبقى تندة، حته قد كده بالظبط يعني، يا دوب يا دوب يعني نص جسمي مثلا. وقفت استخبيت فيها ان انا احاول افتح الموبايل واحاول اوصل لصاحبتي انها تطلب لي اوبر او تطلب لي اي حاجه اروح بيها. كان صعب جدا ان انا امانج في وسط الميه اللي كانت عماله تنزل في كل حته. طبعا انا اتبليت، كل حاجه اتبلت، والشنطه اللي انا كنت ماسكاها اتبلت، والموبايل طبعا غيري انتحر يعني. بس عرفت الحمد لله اوصل لها وابعت لها اللوكيشن واخليها تبعت لي اوبر على المكان. ومن يوميها التليفون اتوفى، بيشتغل تقريبا 5 دقايق في اليوم. فمن ساعتها وانا بقيت اكتب الطريق اللي انا بروح وبرجع بيه على ايدي، عشان انا الموبايل ده لو فصل انا مش هعرف نروح، مش هنعرف نروح. وقعدت كده لمدة حوالي 3 ايام لحد ما وقعت على رجلي في سابوي ستيشن، كنت نازلة على السلم ووقعت على رجلي وجالي سبريند انكل، يعني كاحلي اتلوى، كعبي اتلوى، او مش كعبي، اللي هي في حته في رجلي اتلوت، فما بقتش بعرف امشي مظبوط يعني. وكتر خيرها صاحبتي عشان هي بتلعب في الفريق بتاع الجامعه، وعندهم زي قسم كده علاج طبيعي وبتاع. رحت معاها يوم وقعدوا يحطوا لي تلج وربطت لي رجلي بس ما زلت كنت بعاني ان رجلي كانت وجعاني. ومع ذلك نزلت تاني يوم وحاولت وقعدت ادور برضو على شغل، مهم يعني ايه ما توفقتش. فلقيت كان في حد معايا في المدرسة، والحد ده كلمني وقال لي انا عندي ليكي شغل وتواصلي مع البنت دي، والبنت دي هتجيب لك شغلانه كويسه جدا لان هي اوريدي بتشتغل الشغلانه دي وبتعمل منها فلوس كويسه، ومعاكي حد مصري وهتبقوا انتوا الاتنين مع بعض يعني. قلت تمام. كلمتني البنت دي، كانت من البحيره، واتكلمنا شويه في التليفون وقالت لي بكره تيجي تقابليني في نيويورك الساعه 8 الصبح. والحته اللي هنتقابل فيها دي كان مدخل المبنى اللي فيه الشركه اللي احنا المفروض ايه هنشتغل فيها. وطبعا ده كان من اكتر الحاجات واغرب الحاجات اللي ممكن اتحط فيها في حياتي لانه هقول لكم ليه. المهم ان طلعنا معاها، طبعا وقفت وسلمت عليها وازيكم عامله ايه، وهو ده المكان اللي هنشتغل فيه. يا جماعه المكان اللي هي بتشتغل فيه ده عماره تقريبا معموله بالذهب ولا ايه، كانت كلها جولد في جولد كده. وعشان ندخل من باب العماره لازم يبقى معانا كارنيهات كده اي دي، بنعمل سكان للاي دي فتدخل. ولو انت معكش الاي دي ده لازم تقول انت طالع فين ومين ويكلموه وهكذا يعني. وهي طبعا معايا، دخلنا الاسانسير، ناس لابسه بدل، نضارات والشياك. ايه الشياكه دي؟ هي دي امريكا؟ هو ده اللي انا جايه عشانه؟ ايوه انا عايزه شغلوني هنا مديره. طبعا سذاجه قمه في العبط والهطل. طلعنا فوق، تقريبا كانوا عاملين اوبن بوفيه على حظي. دخلت لقيت عاملين فطار اوبن بوفيه. طبعا كلت قبل اي حاجه، هناكل الاول بس نرم عظمنا وبعدين نتكلم. فطلعوا يوميها عاملين حاجه اسمها اورينتيشن كده، زي بيقعدوا الناس ويفهموهم هما بيعملوا ايه. والناس دي المفروض يعني بيمروا بمرحله تريننج وبعدين يتعينوا. وانا حاولت افهم منها الشركه بتعمل ايه، طب انا هشتغل ايه، طب انت بتشتغلي ايه. المهم ما فهمتش منها حاجه، ما كانتش واضحه معايا في الكلام، وانا عرفت ليه بعد كده ما كانتش واضحه. المهم دخلنا الاورينتيشن، وبعدين اول ما حطيت شنطتي على الارض وقعدت على الكرسي، لقيت الراجل المحاضر بقى اللي هو كان هيدينا المحاضره دي بيقول لي don't ever put your purse on the floor that's bad luck. طبعا يعني مش فاهم حاجه. قلت له حضرتك يعني اعمل ايه، احطها فين؟ قال لي حطيها على الترابيزه. قلت له ليه يعني؟ قال لي ده بيجلب سوء الحظ، وهو فعلا شكله جلب لي سوء الحظ. قعد يتكلم 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 يتكلم، اني افهم كلمه يا بشر ولا كلمه فاهمه.
بعد ما خلصنا الاورينتيشن زفت ده، كنت مكلمه صاحبتي دي، قابلتها بره، قلت لها بصي انا عايزاكي تفهميني بالبلدي كده، عشان الراجل ده قعد يلوكي ساعه وما فهمتش منه حاجه، فعشان ايه انجزك وابيض وشك قولي لي اعمل ايه. قالت لي بصي يا ستي من الاخر، احنا شركه ثيرد بارتي، احنا طرف تالت، احنا لا بنصدر ولا بنصنع ولا بننتج ولا بنعمل حاجه، احنا طرف تالت. احنا بنحاول عن طريق ان احنا نلغي الاحتكار بتاع شركة الكهرباء الأم اللي هي ماسكة الكهرباء كلها في نيويورك. بنحاول نلغي الاحتكار ده بان احنا ندخل شركات صغيرة لسه طالعين جديد للسوق. طب بتعملوا كده ازاي؟ احنا بنروح نخبط على البيبان ونقول للناس يا جماعة انتوا بتدفعوا كهرباء كتير قوي، احنا عن طريقنا ممكن نخليكوا تدفعوا كهرباء اقل. انتوا بتجيبوا الكهرباء معرفش بقى ايه من حتة بعيدة، ولا بتجيبوا الكهرباء زيادة عن استهلاككم ولا ايه، المهم انتوا بتدفعوا اكتر واحنا هنخليكوا تدفعوا اقل. طبعا الناس اول ما بتسمع ان هم هيدفعوا اقل بيدوسوا. طيب ماشي، احنا بنتحاسب ازاي؟ يعني تلاقي احنا بناخد تقريبا $30 على كل واحد بنغير له شركة الكهرباء بتاعته. بس احنا بقى مش بنقوله ان احنا هنغير الشركة، احنا بنقوله ان احنا هنعمل تعديل بسيط في الفاتورة بتاعة الكهرباء بتاعته. العميل ما ينفعش يعرف ايه هو نوع التعديل اللي احنا بنعمله. لحد كده وانا يعني ما فيش مشكلة، يعني ما كنتش حاسة ان الموضوع فيه حاجة غلط، الا بقى لما نزلت اشتغل اول يوم. وكاهنت وها هي المفاجأة. ركبنا بص كده، مشروع كده صغير ركبنا فيه، والمفروض ان المشروع ده بينزل كل مجموعة ناس او كل واحد او كل اتنين عند منطقة معينة، هما بيستلموا المنطقة دي يقعدوا بقى ايه ينتشروا فيها. فنزلت انا وهي في اسوأ منطقة من مناطق نيويورك سيتي، واسوأ حي من الاحياء من الفايف بورز اسمه برونكس. برونكس معروف ان هو حي لبط جدا الجريمة فيه عالية جدا، والفقر فيه برضو معقول، يعني مش قليل برضو. المهم نزلنا بقينا نخبط على الناس بتشتمنا، الناس بتقفل في وشنا الباب، الناس مش عاجبها ان احنا يعني الناس عارفانا، عارفة يعني زي ما يكونوا عارفين اللعبة، عارفين القصة، عارفين الدخلة. اقول لها يا بنتي هو احنا بنتشتم ليه؟ هو احنا ليه بيعاملونا كده؟ تقول لي لا ما احنا في ناس بتبقى ده ميعاد اكل ميعاد نوم ميعاد بتاع. قلت ماشي، ده كان اول يوم. تاني يوم بقى واحد فتح لنا وجنبه كلب قد كده، وبصلي انا، ساب البيت وبصلي انا. حضرتك بتبصلي انا ليه؟ وبعدين ممكن تدخل يعني ممكن تخش جوه، احنا عايزين نتكلم مع الحاج مش مع الكلب. انا واقفه طبعا وراها ومرعوبه وما بنطقش ولا كلمه، وهو باصص لها نظره ان هو انت لو ما مشيتوش انتوا الاتنين من قدامي انا هخلي البوبي ده يطلع يقرقشكم. فانا عماله اعمل لها كده، بقول شكله مش مبسوط، ما تخلينا نمشي، تخلينا طب ننزل الدور اللي تحت نطلع الدور اللي فوق. هي ابدا مش عايزه تحله. المهم الراجل بدأ يشتمنا جامد، وبدأ ايه تحسه كده ان هو ايه في اي ثانيه هيقول كاتش. انا قمت جايه واخده بعضي ونازله واقفه تحت وعماله اضرب كف على كف، وانا جايه هنا اتغرب عشان يحصل لي كده ويطلع عليا كلب ويطلع عليا واحد يقول لي مش عارف ايه. لا 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 انا مش هشتغل الشغلانه دي، انا عايزه اروح، انا عايزه ارجع مصر، انا عايزه. خلصت هي بكل برود، هي كانت بارده جدا الحقيقه. نزلت لي قالت لي يا بنتي الشغلانه فيها فلوس يا بنتي، وعماله بتحاول بقى تقنعني. قالت لي طب تعالي بس نروح هنا بتاع ده تشيك فيليه اجيب لك همبرجر. انا طبعا الهمبرجر اغراني، ما انا عايشه في قحط بقى. المهم انا باكل ومهمومه وهي عماله تلك في ودني. طب يوم كمان يوم كمان والله ومش هتندمي وبتاع. قلت ماشي بقى يا خربانه خربانه، خلينا ننزل يوم كمان وخلاص. المهم نزلنا اليوم التالت، ونزلنا نفس الحي المهبب ده، وطلعنا عماره كده 5 ادوار، وهي كانت بتخبط على كل البيبان وتطلع في اخر دور، وبعدين اللي يفتح تنزله، وممكن تبقى شغاله مع كذا شقه في نفس الوقت. المهم طلعنا الدور اللي فوق، فتحت لنا ست، هي فاتحه بتشتم وجايه علينا، يعني هي فاتحه اوريدي جايه تتخانق. انا وهي طبعا جالنا حاله هلع وفضلنا ننزل نجري على السلم، والست تخينه كده وكانت ماسكه حاجه في ايديها، معرفش ماسكه بقى عصايه ولا مقشه ولا ايه بالظبط يعني.
فاحنا نازلين من كتر ما احنا بنجري وعمالين نمسك في بعض، قمنا انا وهي جايين متدقلجين الدقلجنا بتاع دورين مثلا على بعض، عمالين بقى دك 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 لحد اخر السلم. انا قمت خلاص بقى هي دي النهايه بالنسبه لي. وبعدين ببص على ايدي على ضوافري، لقيت ضوافري كلها مكسره ولقيت نازل دم وبتاع. قلت لها بقول لك ايه، انا مش عايزه اسمع ولا كلمه، انت هتسيبيني في حالي وهتسيبيني امشي، والشركه دي انا مش عايزه منها ولا مليم، سيبوني، انتوا شكلكم نصابين، وانا مش جايه، انا مش جايه من بلدي عشان اجي هنا انصب على الناس. ورجعت اليوم ده من كتر ما انا ما عنديش بديل ومش عارفه هعمل ايه، وضيعت اوريدي 3 ايام في الهباب ده. فبقيت ادور على اي حاجه عايزه اثبت لنفسي ان انا غلط، وان هم شركه قانونيه وماشيه تمام وبتاع، بس في نفس الوقت الناس بتشتمهم وبتجري وراهم، اكيد في زتونه، في حاجه في الزتونه. دخلت بقى كتبت اسم الشركه على على جوجل، ولقيت فعلا ان هي اتس سكام. بيعملوا ايه بقى المعلمين دول؟ بياخدوا فلوس من الشركات الصغيره على ان هم بيوعدوهم ياخدوا ماركت شير معينه من سوق الكهرباء عامه. طبعا هما بيمضوا عقود بالكلام ده، فبيجيبوا ناس شبهنا كده، عبط هبل كسح كتل كفس، يشغلوهم. وبعدين يخلوا الناس دي بدون وعي تغير اتفاقها وتغير عقودها مع الشركة اللي هي المستحوذة على الماركت شير الأكبر. وانت بتغير لهم شركة الكهرباء اللي هم متعاقدين معاها كده من غير ما يعرفوا، بتاخد تليفونهم وتعمل فيريفيكيشن وتغير كل حاجة. والأوحش من ده كله ان الشركات دي بتغلي الفاتورة على الناس مش بتقللها. فيعني كانت حاجة ايه، دمار الدمار. خلينا نقف لحد هنا، كمل لكم القصة في حلقة جديدة ان شاء الله. وقولوا لي لو عندكم اي اسئلة عايزين تعرفوها او عايزين تستغربوا من قمة السذاجة اللي انا كنت فيها برضو، يعني it's okay no problem.